اهلا شباب. النهارده هلخص كرتون مات هاتر، فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. بيحكي الكرتون عن ولد اسمه مات نقل مع عائلته من نيويورك الى لندن علشان عائلته بتدير مسرح لعرض الافلام، والمسرح ده بيودي الى كوكب اخر بيسيطر عليه شرير اسمه تيني روك. وجد مات ألفريد هاتر حبسه في السجن ده مع تنين صخري اسمه كرو، وبيكون معاه خلايا الحياه وبتكون بتحتوي على اشرار يقدر يطلعهم في اي وقت، وبيكون سر الخلايا دي من السجلات الخاصه بألفريد. وللاسف ألفريد بيتجمد وبيتحبس جوه سجن ثلاثي الابعاد، ويجب على مات انقاذ جده وارجاع الخلايا المفقوده. الكرتون مكون من 4 مواسم باجمالي 52 حلقه وفيلم. بنشوف في الحلقه الاولى تيني روك وبيستدعي اول شرير ليه وهو الفارس الاسود، وبيخليه ينشر الفوضى في كل مكان. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف مات وبيكون وصل للمسرح وبيدور على جده، وبيكون معاه هامستر اسمه مارلون. ومات مش بيلاقي جده، ولكن بيلاحظ على الرف الكتاب اللي جده كان سايبه وكان بيقرا له منه قصص وهو صغير. واول ما بياخد الكتاب بيخش اوضه سريه وبتطلع رساله لجده، وبيقول له انه البطل الثاني لعائلته وانها مسؤوليه كبيره. وبتخرج من الكتاب نظارات، اول ما بيلبسها مات بيشوف اللبس وبيتحرك حركه غير اراديه وبيلبسهم وبيروح للعالم الثاني، وبيقابل روكس وجوميز وبيقولوا له انهم هيساعدوه وبيعرفوه هيعمل ايه، وبيروحوا يقبضوا على الشرير وبيجي لهم هو وبيبدا يحاربهم. ومات مش عارف يعمل ايه، لكن بيركب الدراجه بتاعته وبيضربوا بيها وبيهربوا جوه الكهف، لكن الفارس بيدمر المدخل وبيحبسهم جوه. وبيشرح جوميز لمات عن مفجر الخلايا، وبيستعمل تيني روك الافخاخ بتاعته، وبيكون مات وروكس وجوميز جوه الفخ بس مش شايفين حاجه. وبيستعمل مات النضاره ومن خلالها بيشوف كل حاجه، وبيطلعوا منه وبيروحوا ياخدوا مفجر الخلايا. وبيروح مات يقاتل الفارس لكن مش بيلاقي ليه نقطه ضعف، وبيقول له جوميز ان النور اللي في كأس التناغم هتأذيه. وفعلا اول ما بيحوش قناعه بيستعمل مات الكأس وبيحوله لصوره ثلاثيه الابعاد وبيحبسه داخل السجلات. وبيظهر جد مات وبيقول له انه ادى بشكل جيد وعليه حبس كل الاشرار علشان يقدر يطلع من السجن. وفي الحلقه اللي بعدها بنشوف تيني روك وبيستدعي شرير جديد اسمه ريد بيرد، وبيقول له انه يروح يدور على روكسي علشان تقول له على مكان جمجمه الغراب الاسود علشان تخليه يستعيد قوته. وبيروح ياخد جوميز بدل روكسي، وبتستدعي روكسي مات وبيروح علشان ينقذه جوميز. وبيكون القرصان هيقضي عليه علشان عرف انه مش مختفي الاثار، وبيرميه من السفينه لكن بينقذه مات وروكسي. وبيروح يدور على الجمجمه قبله وبيلاقيها مات، وبيعرف القرصان انهم وجدوها وبيروح لهم. وبيكون تيني روك استخدم فخ تاني، وبيكون في جمجمه بترمي عليهم احجار ناريه وبيعرف مات يتخلص منها. وملحوظه هنا الافخاخ محدش بيشوفها غير مات باستعمال النظارات ثلاثيه الابعاد. المهم بيجي القرصان وبيطاردهم، وبيتعلق مات في المرساه بتاع السفينه، وبيروح القرصان للمدينه وبياخد الجمجمه ولكن بتكون مزيفه وبتكون الحقيقيه مع مات، وبيرميها في الميه وهي نقطه ضعف القرصان، وبيتحول لصوره ثلاثيه الابعاد. وبيستعمل مات مفجر الخلايا وبيحبس القرصان وبينقذ الوضع في النهايه. وبعد كتير من الحلقات المكرره بيكون مات هزم ما يقارب من 15 وحش. وبنروح للموسم الثاني وبيكون تيني روك استدعى شرير جديد اسمه لايتنينج علشان يمتص قوى البرق. وبيكون مات مع والده وبيظبطوا الاناره، وبتستدعي روكسي علشان يجي علشان في عاصفه قويه. وبيكون لايتنينج بيجمع قوى العاصفه، وبيجي مات وبيرمي عليه لايتنينج صواعق كهربائيه، وبيتسلل مات ورا لايتنينج ولكن بيضربه. وبيبدا يواجه روكسي ولكنه بيكون اسرع منها وبيهزمها برضه، وبيجري ورا مات لكن مات بيضربه ولكن لايتنينج بيكون محصن. وجوميز بيقول لهم ان قوته بتكون متفاعله لما تضربه على الارض، وبيفضلوا يضربوه من فوق. ولكن تيني روك بيقول له بطل لعب وجمع قوى البرق، وفعلا بيضرب برق في الارض بيخلي مات مش بيقدر يشوف. وبيروح لايتنينج يجمع قوى العاصفه، وبيكون مات بيحاول يلاقي حل وبيركب العربه ومتفهمش هو رايح فين، بس لازم يعمل المشهد ده علشان تيني روك يشغل افخاخه، فهم؟ وكالعاده تيني روك بيستعمل فخ، وبيكونوا جوه ترابيزه هوكي وبيعرفوا يطلعوا منها في النهايه. وبيكون لايتنينج فعل الاله بتاعته اللي هتمتص قوى البرق، وبيروح له مات لكن لايتنينج بيطلع للسحاب. ومات بيقول لجوميز انه يعطل الجهاز، وبيركب مات البتاعه دي وبيروحوا له وبتضربه روكسي، وبيربط مات رجله بسلك وبيخليه يتكهرب. وبيكون جوميز بيحاول يعطل الجهاز ده وبيكون مش عارف يعمل ايه. وبيكون في الناحيه الثانيه لايتنينج رجع يقاتل مات وبيروح يجمع الطاقه، وبيظهر تيني روك وبيقول له يبعت له الطاقه بسرعه، وبيقول له انه مجرد اداه وهو ضعيف ومجرد حظ انه غلب مات. وبيستاء لايتنينج وبيقول له مات انه قوي ومش لازم يبعت الطاقه لتيني روك. وبيدمر لايتنينج الاجهزه ومش بيبعت الطاقه ولكن بيتحول لصوره ثلاثيه الابعاد، وبيحبسه مات وبيروح لبيته. وبتخلص الحلقه، وبعد فتره بيكون في شويه اطفال بيمسكوا وحش، وده بيغضب تيني روك وبيستدعي الرئيس زومبي، وبيبقى عنده قدره سحب الادمغه. وبيكون مات مع والده وبيجيله انذار، وبيكون في سيده عجوز معاه وبتقول له مش هترد على الاتصال، وبتكون عارفه كل حاجه. وروكسي بتقول له ان الرئيس زومبي رجع، وبيروح مات بسرعه. وروكسي بتقول له انه مش عارفين نقطه ضعفه، وبيجي لهم اولاد الشوارع وبيكونوا اتحولوا لزومبي ومش بيقدروا يضربوهم لانهم اصدقائهم. وبيجي واحد وبيقول لهم على طريق للخروج، لكن بيجي الرئيس زومبي وبيحاوله هو كمان. وروكسانا بتضربه لكن بيمسكها الباقي وبيحولها كمان لزومبي. وبيمسكوا جوميز وبيحاول يخلي مات زومبي لكن بيستعمل نظارات ثلاثيه الابعاد وبتمنعه من التحول.
وبينقذ جوميز وبيهربوا، وبيحاول مات يلاقي اي نقطه ضعف، لكن بيجي بقى الزومبي وكمان بيستعمل تينيروك الافخاخ، ولكن بتكون في صالح مات وبيهرب من خلالها، ولكن الزومبي بيمسكوا جوميز وبيكون مات داخل ادغال، وفي نحل عملاق بيهاجمه وبيركب على واحده منهم وبيطلع من الفخ، وبيستعين مات بكابتن لايتنينج علشان يساعده في امساك بالرئيس زومبي، وبيحرروا الوحش اللي مسكوه الاولاد وبيعملوا فخ، وبيبدا لايتنينج يقاتل الرئيس زومبي وبيبقى متفوق عليه، لكن بيعرف الرئيس زومبي يحوله في الاخر، وبيجي مات وبيبدا يقاتل الرئيس زومبي، وبيكون حاطط السجلات على الباب اللي بيكون جواه الوحش، واول ما بياخد السجلات بيسمع صوت جوه وبيخش وبيتعامل مع السليمه وبيتحول لصوره ثلاثيه الابعاد، وبيحبسه مات، ولكن لايتنينج بيهرب، ولكن مات بيكون معاه الخليه بتاعته، وبكده يقدر يحبسه في اي وقت. وبعد كده بيكون في ثقب في السماء، وبيكون تينيروك عايز يوسع الثقب ده بواسطه السهم ابولو، ولكن كورو بيقول له ان السهم مخبأ، وبيساعد الشرير يعرف يستعمل الاسهم، ومن خلال الاسهم بتاعته بيقدر يتحكم في الناس، وبيضرب سهم في المعلم وبيخليه يقول لروكس وجوميز انهم يدوروا على سهم ابولو، وبيديهم جهاز بيساعدهم، ولكن بيكون عليهم انهم يحلوا اللغز، وبيجي انذار لمات وبيروح وبيحاول يحل اللغز، وبيدوروا على اذن لا تسمع وانف يخبر الكثير ولكنه لا يشتم، بتفهمش ده لغز ولا ايه، وبيكون وراهم كيوبيد وبيلاقوا تمثال من غير انف، وبيحل اول لغز وبيقول لهم اللغز الثاني، وهو يبحثوا على الفم الذي لا يتحدث، ومات بيقول له ايه الالغاز دي، والتمثال بيكمل كلامه وبيقول له ان الفم هيكون بين المناقير المنخفضه، ايوه زي ما سمعت كده، وكيوبيد بيخلي المكان يتدمر، وبيهرب مات وبيروح للمكان علشان يحلوا اللغز، وبيقابلوا تنين صاحبهم اسمه يونس، وبيجي كيوبيد وبيرمي سهم عليه وبيخليه ضدهم وبيوقع مات، ولكن بيمسك في رجله، وبيشوف مات ان الحجر بتاع التنين هو الفم الذي لا يتكلم، وبيرجع مات وبيقول لهم انهم داخل الفم، وبيروحوا يحلوا اللغز اللي بعده، وهو عباره عن قوسان في مكان لم تطأه رجل انسان، وبيروح مات للمنطقه المهجوره وبيدوروا على زوج من الاقواس، وبيستخدم تينيروك الافخاخ بتاعته، ولكن مات بيعرف يخرج منها، وروكس وجوميز بيلاقوا القوسان ولكن مش بيلاقوا السهم، وبيجي كيوبيد وبيرمي سهم على روكسي وبيخليها تنام، ولكن مات بيجي وبيبدا يواجهه، وبيستعمل مات شعاع الموجات وبيدمر الاقواس، وبيكون داخلها السهم، وبيستعمل كيوبيد السهم وبيرميه نحو الثقب، وبيحاول مات انه يوقف السهم لكنه مش بيعرف، وجوميز بيقول له يستعمل الاوتار بتاع كيوبيد لانها هي اللي بتتحكم في السهم، وفعلا بيستعملها وبيخلي السهم يجي في كيوبيد وبيحوله لصوره ثلاثيه الابعاد، وبيستعمل مفجر الخلايا وبيحبسه في الاخر. بعد فتره بيكون مات بيتدرب مع جده بعد ما لقى طريقه يتواصل معاه وهو داخل سجنه ثلاثي الابعاد، وبيقول له مات ان روكس وجوميز قريب هيوصلوا لمفتاح الكواكب وده اللي هيحرر جده، وبيكون جوميز وروكس بيدوروا عليه، وبيستعمل جوميز جهاز الالغاز ده تاني وبيقول له اللغز، وهو ميدوسا صديقتي الوحيده ليس لي بدايه ولا نهايه، بدات احب الالغاز دي بحسها عميقه. المهم تينيروك بيكون بيراقبهم وبيعرف انهم بيدوروا على المفتاح، وبيرسل ليهم روبوت اسمه سلام درويد، وبيجي انذار لمات وبيروح بسرعه، ولكن بيلاقي المكان متدمر وبيكون وراه الروبوت وبيحاول يقضي عليه لكن بيهرب منه، وبيروح لروكس وجوميز وبيحاولوا يهربوا من الآلي علشان حرفيا هيسحقهم، وبيقول لهم جوميز ان الحجر الكريم صلب جدا ومش هيعرف الآلي يسحقه، وبتروح روكس تجيب الحجر وبيرميه مات للآلي وفعلا مش بيعرف يسحقه وبيخليه يتعطل، وقبل ما مات يضربه الضربه الاخيره بيعرف تينيروك انه يسحبه لعنده، وبيحاول مات حل اللغز وبيعرفوا المكان المقصود، وبيتحول روكس تلاقي باب سري يوديهم هناك، وبيكون تينيروك استخدم فخ علشان يبعدهم اطول فتره علشان يلاقي المفتاح قبلهم، ومات بيعرف يطلع من الفخ لكنه بيخرج في مكان مختلف تماما وهو ده اللي كان عايزه تينيروك، وبتحاول روكس تلاقي باب تاني. في الوقت ده بيكون تينيروك معاه قفاز عابر للابعاد وده يخليه يقدر يطلع بره السجن ولكن في صوره ثلاثيه الابعاد، وبيكون جوميز وصل للمكان ده وبيلاقي المفتاح لكنه مش بيلاقي مات، وبيجي تينيروك وبيحاول ياخد المفتاح ولكن بيجي مات ومش بيعرفوا يهزموه لانه صوره ثلاثيه الابعاد، وبيمسك المفتاح وبيبدا يحرر نفسه، ولكن روكس بتكسر المفتاح وبيرجع تينيروك لقبه الاشرار تاني، وبتعتذر روكس لمات انه كده مش عارف يحرر جده لكنه بيقول لها انهم هيلاقوا حل تاني، وتينيروك بيكون هيبدا يصلح القفاز مره تانيه. ونروح بقى للفيلم، وفي الصحراء بيحصل خرق للابعاد وبيتحرر شرير قوي اسمه برميل، وبتكون روكس راحت للمعلم وبتقول له ولكن بيجيلها برميل وبتحاول تشتته، وبيجي انذار لمات وبيقول له جده ان في حاجه غلط بتحصل وانه لازم يروح يشوف اللي بيحصل، وبيروح مات وبيواجه الوحش لكنه مش بيتاثر باي حاجه. ونروح لتينيروك واللي بيستغرب ازاي تحرر برميل لانه مسجون في العالم المحظور، وبيفتكر مواجهته الاخيره معاه وبيكون هو اللي عوره في وشه، وبيستعمل القفاز تاني وبيروح ليه وبيروح يحور برميل زي ما عمل له كده في الماضي، وبيروح برميل لمكان تاني وبيكسر حدود الابعاد، وبيروح مات لمكان اخر معركه لجده مع برميل وبيشوف ازاي هزمه، وبيستعمل جوميز كره بترجع الزمن وبيعرفوا ان نقطه ضعفه هي الحمم البركانيه، وبيروح له مات، وقبل ما يروح مكان تاني بيستعمل اداه التنقل وبيروحوا للغابه وبيكون جوميز هناك، وبتيجي روكسي وبتخلي التنين ينفخ عليه نار وفعلا بداوا ياثروا فيه، ولكن بينتقل للصحراء وبيروح ورا مات وبيكون عايز يفتح العالم المحظور، ولكن تينيروك بيستعمل اكتر من فخ علشان يمنعه، ولكن بيعرف برميل يطلع من الفخ، ولكن مات بيعلق في شباك العنكبوت ولكن بيعرف يطلع في الاخر، وبيلحق برميل قبل ما يفتح العالم المحظور وبياخد منه الفأس وبيضرب بيها الهرم، وبتيجي سحابه تينيروك لانه بيتعاون مع مات
وبيتحول برميل للزجاج، وبيتحول لصورة ثلاثية الأبعاد، وبيحبسه مات، وبيمشوا من المكان، وبيكون توني روك عارف مكان العالم المحظور وهيعرف يروحوا تاني. وبيخلص هنا الكرتون، وكان المفروض يكون في موسم خامس يكمل باقي الأحداث لكنه ما اتعملش. وهذه هي نهاية الكرتون. أتمنى يكون عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.